باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. امبارح كان سؤال ربنا للشيطان: هل جعلت قلبك على عبد ايوب؟ النهارده سؤال تاني من ربنا للشيطان، والسؤال ده هقوله الاول وبعدين اشرح خلفياته. ربنا بيكلم رئيس الملائكه اللي سقط، فبيقول له: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني الشيطان كان ليه مكانة عالية قوي. على فكرة القصة دي اللي عاوز يقراها بالتفصيل يقرأ أشعياء 14 وحزقيال 28، بس يقراهم بالتفسير طبعا. ربنا هنا بيتكلم على مشكلة أو سؤال يلفت نظرنا لحاجة. قصة الشيطان وإزاي سقط بعد ما كان في السماء ويستطيع أن يتمتع بمعية ربنا وتسبيحه وحبه، جات له فكرة. الفكرة دي إنه جاله كبرياء بسبب العطايا اللي ربنا اداهاله، فتأمل فيما يملكه من حكمة ومن قوة، وتحتيه ملائكة أقل منه في القدرة أو الرتبة، فشاف نفسه وقال كده: أجيب كرسي وأصير مثل العلي. يعني إذا كان الله يقبل التسبيح، فالملائكة كمان اللي تحتي أنا تسجد لي وتقدم لي الكرامة وتقدم لي التمجيد. وبسبب كبريائه سقط وانحصر نشاطه في الأرض. قصة كبيرة قوي، لكن مش هي دي موضوعنا. لكن الموضوع اللي احنا نطلع بيه من اجل الاستفادة ان ممكن ربنا يكون مديني عطايا كتيرة قوي، لان ربنا محب ونعمه علينا كتير. فابتدي انا ابص لنفسي: انا كاهن صوتي حلو في القداس، انا شماس الناس بتقول ان صوتي روحاني، انا خادم بعرف اوصل للولاد وفاهم الولاد اكتر من اي خادم غيري. المدخل ده اسقط كل الناس اللي جدفوا عن الايمان زي الهراطقة، ان الانسان يكون شايف نفسه، فربنا يكتب في مرثاه او يقول له كده: كيف سقطت؟ ازاي وصل بيك الحال من مملكة النور لمملكة الظلمة، وتبقى انت رئيس مملكة الظلمة اللي لغاية دلوقتي بتتحداني في أولادي وتحاول توقعهم. يعني أنا ممكن أقع؟ الحقيقة طيب في حد يسأل: الشيطان وقع إزاي؟ طب أنا بقع لما الشيطان يحاربني؟ الحقيقة لأ، الشيطان كان عنده حرية وكان عنده قوة وكان عنده عقل، فبسبب فكره اللي أساسه نفسه وبسبب حريته اختار أن يقع في العداوة مع ربنا. الموضوع كبير، أنا مش عاوز أتكلم فيه أكتر من أن أنا أطلع بدرس واحد: إن الاتضاع هو اللي يحميني، وخاصة لو أنت خادم أو مسؤول في الكنيسة. صباح الخير.